السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم ألف مرحبا فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم عالم النزهة المتنوع. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، أحسن الظروف، وما نقصكم حتى خير نتوما وعائلتكم وحبابكم وكل ما عز عليكم. اليوم البنات كما كتشوفوا معنا الفيديو غادي نحضر معكم واحد الحريشات جد اقتصاديين وكيجيو واعرين، كيجيو هشاشين، كيستحقوا انكم تجربوهم. مكونات اقتصاديه بزاف، غير 3 الكيسان ديال السميده كنحصلوا على واحد الكميه اللي هي كبيره، وغير بالماء وراه كيجيو زوينين بزاف. خليكم مع طريقه التحضير مع المكونات. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه، عندي هنا 3 ديال الكيسان ديال العنبه من السميده خاصه بالحرشه ولا البسبوسه ولا البغرير. السميده هذه ماشي الفينو، سميده ديال الحرشه. هذا الكاس هو اللي عبرت به. عندي هنا نص كاس ديال الزيت نباتيه، معلقه كبيره ديال الزبده، نص معلقه صغيره ديال الملحه. الملح كيبقى على حسب الذوق. عندي هنا العسل، كما يمكننا نعوضوه بالسكر. هنا عندي خميره حبيبات ولا المعجونه اللي كان. هنايا ساشي ديال الخماره من وزن 8 غرام ولا 7 غرام. في البدايه غادي نديروا الملحه، نبداو بالنواشف هما الاولين. هنايا الملحه كتبقى على حسب الذوق، يمكننا نزيدو ولا نقصو. غادي نديرو هنايا الخميره، معلقه صغيره ديال هاد الخميره حبيبات، ولا كانت الخميره معجونه حتى هي يمكننا نديروها. المهم اللي كان عندنا غادي نقضيو به. كنضيف واحد الساشي ديال الخميره فوريه، هذه من وزن 8 غرام ولا 7 غرام اللي كانت بحال. هنايا غادي نضيفو هنا المعلقه ديال الزبده اللي كانت، انا درت هذه عز الزبده ديال البواطه، ولا كانت عندنا هذيك من الاصل الحيواني من الاحسن، راه كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. كما كتشوفوا هنايا معايا البنات غادي نخدموا هاد المكونات كاملين. غادي ندخلوا ديك الخمارات والملحه والخميره، غادي ندخلوهم في ديك السميده، وغادي نضيفوا هنا الزيت، نص كاس ديال الزيت. كنزيد نذكركم بالمقادير. العبار دائما بكاس ديال العنبه. كنلبسوا ديك السميده كامله بالزيت. من بعد عاد غادي نزيدو ديك المعلقه ديال العسل ولا السكر ونجمعوها بالماء. بالنسبه للمكونات غادي نعاودوا لكم 3 ديال الكيسان ديال السميده اللي خاصه بالحرشه ولا البغرير ولا البسبوسه. كنضيفوا نص معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات ولا المعجونه، واحد الساشي ديال الخماره من وزن 8 غرام ولا 7 غرام، ونص كاس ديال الزيت نباتيه، ومعلقه كبيره ديال الزبده، الزبده اللي كانت ديال البواطه ولا من اصل حيواني. هنايا كما كتشوفوا من بعد ما لبست هاد السميده كامله بالزيت، كنضيفوا هنايا ديك المعلقه كبيره ديال العسل، واذا ما كانش متوفر عندنا العسل كنديروا معلقه صغيره ديال سكر حبيبات، غير باش كيعطي ديك اللون محمر. كيتحمروا لنا ديك الحريشات دغيا وصافي. انا هنايا عملت معلقه ديال العسل الطبيعي. نخلط هاد المكونات مزيان. هنا غادي نضيف الماء، غنضيفوا الكاس الاول، نفس الكاس اللي عبرت به السميده هو اللي غادي ندير به الماء. غادي ندخل الكاس الاول، هنا غادي نجيب الكاس الثاني، وراه ما غاديش نكبو كامل، غادي نحتاج فيه غير النص. وغنجمع هاد الخليط ديالنا غير برؤوس الاصابع. هنا راه ما كنخلطوش بحال الاول، هنايا كنجمعوا هذا الخليط هذا غير برؤوس الاصابع كما كتشوفوا وكتلاحظوا معايا. ها نتوما هنا غادي نجمعوها مزيان. بالنسبه للكميه ديال الماء اللي احتاجيت انا في هذا الخليط راه كاس ونص بالضبط. وكيبقى الماء على حسب النوعيه ديال السميده. المهم ما كنعجنوهاش كما قلت لكم، كنجمعوها برؤوس الاصابع، وغادي نخليها هنايا. غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح شويه تتشرب لنا ديك السميده، تشرب لنا هذا الماء. غنخليها غير واحد 5 دقائق على ما نوجد السميده اللي غنفندو فيها، والمقله اللي غادي نطيبوا فيها الحريشات، والاطار اللي غادي نخدموا به. وغير خليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا النتيجه النهائيه. واللي وصل معايا حتى لهنا كنقول لكم ما تنساونيش واحد الجيم واحد البصمه. الله يجازيكم الف خير، وواحد التعليق محفز باش كتشجعوني باش نزيد نعطي مزيد من الفيديوهات والوصفات ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم وشكرا للناس اللي دخلت عندي جديده، مرحبا بكم الف مرحبا. والله الا كنفرح بالناس اللي كتدخل عندي جديده وكنلقى تعاليق جديده واشتراكات جديده. شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا للناس اللي قديمه اللي معايا من نهار حليت القناه حتى هما. شكرا لكم، والقناه قناتكم والدار داركم. راه بكم اخوتي ان شاء الله باش غتكبر هذه القناه وتزيد لقدام. هنايا كما شفتوا راني دهنت المقله. يمكن نستعملوا هذه ولا نستعملوا المقله هذيك الثقيله اللي كانت عندنا نستعملوها. انا وليت كندير الحرشه غير في هذه، كتجيني القياس هو هذاك. بالنسبه ملي كندير حرشه كبيره هنايا كندوزو ديك الكويرات في السميده
نحطهم في ديك الغطايه ديال الشوكولاط. انا كما قلت لكم هذه كتجيني عمليه. عندي الاخرى ديال الحديد، هذيك اللي كنقطعوا بها البيتزا وهي ديال الحريشات، ولكن هذه كتجيني ساهله. كنديروا في المقله وهي مازال بارده، من بعد عاد غادي نديروها على البوطه باش يطيبوا. المهم اخوتي، هاد الحريشات راه هما كيجيو لذيذين وكيجيو هشاشين وكيجيو زوينين. الضيوف الغفله ولا الفطور ولا الكوتي راه دغيا دغيا كيوجدوا، غير بالكميه ديال السميده اللي هي قليله راه كتعطينا واحد الكميه ديال الحريشات اللي هما بزاف. كما يمكننا نعمروا هاد الحريشات هادو بالفرomاج ولا بالشوكولات ديال الدهن ولا الزيتون اسود ولا اخضر، المهم اللي كيعجبكم يمكننا نعمروهم من داخل. راه كيجيو حتى هما زوينين كما كتشوفوا. ها هما هنا بداو كيتحمروا لي هاد الحريشات، وغادي نكمل الكميه ديال الخليط اللي عندي وغادي نوريكم شحال كنحصلوا من حبه كما قلت لكم. بالنسبه للحجم ديال الحريشات حنا اللي كنتحكموا فيهم. بغينا حريشات كبار من هادو غادي نشوفوا شي اطار ليكو كبار من هذا شويه، ولا بغينا صغار من هكا يمكننا نصغروهم، ولكن هاد القياس هذا راه كيجيو هما هادوك، ما كيجيوش صغار وما كيجيوش كبار بزاف، راه كيجيو هما هادوك. ملي غنكمل هاد الكميه هذه ملي غادي يطيبوا غادي نمسح المقله وعاد نرجع ندير الكميه اللي بقات لي باش كيجي الشكل ديال الحريشات مزيون. ما كتجيش ديك السميده محروقه على الوجه ديال الحريشات. ضروري هاد التفاصيل باش نعطيهم للمبتدئات باش يجيهم حريشات اللي هما زويونين ويحمروا لهم وجههم مع ضيوفهم ومع احبابهم. وعلاش لا غير لدارنا نحطوا شي حاجه اللي هي زوينه وكتجي زوينه عاطيه للعين وكتجي مزيونه في الشوفه. كما كتعرفوا العين كتاكل قبل الفم. وبالنسبه لا كنا غادي نتناولوا هاد الحريشات في ساعتهم واخا نحمروهم، الا كنا غادي نتناولوهم حتى العشيه، في المثال اللي درناه مورا الغداء كنا غنديروا بهم الكوتي، من الاحسن ما نحمروهمش بزاف حتى تجي الساعه ديال الكوتي عاد نحطهم يتحمروا يسخنوا. راه كيتحمروا كياخذوا ديك اللون اللي هو ذهبي. المهم كما قلت لكم هاد التفاصيل كنعطيهم للمبتدئات ويمكننا نحتفظوا بهم مجمد، ولكن انا ضد الفكره ديال المجمد حيت الحريشات دغيا كيوجدوا، راه ما كياخذوش واحد الوقت اللي هو طويل. نجيو نطيبوا اتاي ولا قهيوه ونوجدوا الصينيه راه دغيا دغيا كيوجدوا. هنايا راه كنحطهم على هاد الخشبه اولا نفرشوا شي منديل ونديروهم عليه باش ما كيعرقوش، ما نديرهمش مباشره في التبصيل. هذه حتى هي نصيحه للمبتدئات. ها انتم شوفوا الكميه ديال الحريشات اللي حصلنا عليهم. هنا راه حصلنا على 12 حبه. الحجم ديالهم راه ماشي صغير وماشي كبير، الحجم ديالهم معقول هو هذاك. وهنايا غادي نتناولهم بشويه ديال الفرماج. انا زينتهم هنايا بشويه ديال الفرماج، يمكننا نديروا العسل. هنا غادي نقطع معكم هاد الحريشه باش تشوفوها كيفاش كتجي من داخل. راه كتجي غزاله كما عودتكم دائما كنقرب لكم الصوره. اي حاجه درتها كنشاركها معكم كنقرب لكم الصوره باش تشوفوها كيفاش جات. ولا وصلتوا معايا حتى لهنا كنذكركم بواحد اللايك فضلا وليس امرا. الله يجازيكم الف خير. اللايك راه غير كيطلع الفيديو باش يتقترح عند الناس وحدين اخرين وصافي. ونخليكم في رعايه الله والى فيديو قادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله.